السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم لدينا درس عصي الدم. هي قصيدة للعاشر مكون كردي. هذه القصيدة هي من قصائد شاعرنا العباسي أبو فراس الحمداني. طبعا هذا الشاعر هو من شعراء العصر العباسي وهو معاصر للمتنبي. أبو فراس الحمداني هو ملقب بأبو فراس، وهذا اللقب أخذ من باب القوة والشجاعة. لقب أبو فراس هو من الألقاب التي تطلق على الأسد. أما اسمه فهو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي من قبيلة وائل. عاش في الفترة الزمنية ما بين 932 للميلاد حتى عام 968. طبعا هذا الشاعر هو شاعر وقائد عسكري، وذكرت لكم أنه لقب بأبو فراس وهو لقب للأسد نسبة لشجاعته، فلقب بأبو فراس، فهو كان شاعرا إضافة إلى أنه كان قائدا عسكريا. طبعا هذا الشاعر هو ابن عم أمير الدولة الحمدانية سيف الدولة الحمداني. طبعا قبل أن ندخل إلى الإضاءة عن مناسبة القصيدة وعن سبب كتابة هذه القصيدة، نكتب شيئا عن حياة الشاعر. هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي من قبيلة بني وائل. عاش من 932 حتى 968 للميلاد. طبعا هذا ما يتعلق بحياة الشاعر. أما إذا أردنا أن نضيء على هذه القصيدة وعلى سبب كتابة هذه القصيدة تندرج من ضمن اسم قصائد الروميات. لماذا سميت هذه القصائد بقصائد الروميات؟ في فترة حياة الشاعر كانت هناك حرب قائمة بين الدولة العباسية وبين الدولة البيزنطية. طبعا الدولة العباسية كانت مترامية الأطراف، والدولة البيزنطية أيضا كانت مترامية الأطراف، فكانت تقوم حرب بالوكالة بين الإمارات. في تلك الفترة كانت هناك بالنسبة للبيزنطيين هناك دولة الروم، وبالنسبة للدولة العباسية كانت أيضا دولة الحمدانية. فكل شاعر كان يقع في أسر الروم كان يقوم بكتابة قصيدة يتحدث فيها عن حاله وعن مرارته وعن ظروفه التي آل إليها وعانى منها، فأطلق على تلك القصائد قصائد الروميات نسبة للأرض التي كانت فيها هذه القصائد وكتبت في ذلك المكان. طبعا قلنا أن هذا الشاعر هو ابن عم سيف الدولة الحمداني، هو أمير الدولة الحمدانية. هو كان قائدا للجيش، فخاض الكثير من المعارك مع مع دولة الروم. في إحدى المعارك وقع في أسر الروم فطال أسره. كان يرجو من ابن عمه سيف الدولة الحمداني أن يطلق سراحه أو أن يساعده في إطلاق سراحه، إما ببذل الفدية من أجل إطلاق سراحه أو بتبادل أسرى. فكان يكتب القصائد والرسائل لابن عمه سيف الدولة الحمداني، لكن ابن عمه كلما هم بالقيام بهذا الأمر الذي يرجوه منه قائده وابن عمه أبو فراس
كان هناك وشاة وكارهون لأبو فراس الحمداني، الأمر الذي يستدعي من سيف الدولة المماطلة والتأخر في إطلاق سراحه. فعندما يئس وخاب ظنه من ابن عمه وانتابه الحزن والأسى لهذا الواقع الذي هو فيه وخذلانه من قبل ابن عمه سيف الدولة، أخذ بكتابة قصائده التي يتحدث فيها عن واقعه المرير وعن خيبة رجائه بابن عمه. هذه القصائد أو حصرا هذه القصيدة، قصيدة عصي الدمع، هي من القصائد ذات المعنى العميق وذات الحالة العاطفية الجياشة. ولقوة هذه القصائد له قصيدتين. القصيدة الأولى عصي الدمع، لقوتها وشدة تأثيرها أخذ كبار المغنين بغنائها، فهذه القصيدة غنتها أم كلثوم. وأيضا له قصيدة أخرى هي قصيدة أنوح وقد أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيضا غناها المطرب الكبير ناظم الغزالي. فهذه القصيدة هي ذات قشر وجوهر. القشر عندما نلقي نظرة إلى هذه القصيدة ونقرأها نجد أنها تتحدث عن حالة بين حبيب وحبيبته قد خذلته وعانى من حبه لها. أما في جوهر هذه القصيدة نجد أن هذا الشاعر هو يرمز بهذه المحبوبة ويقصد بها سيف الدولة الحمداني الذي هو ابن عمه. فمثلما المحبوبة تخذل حبيبها وتكسر رجاءه بها، أيضا سيف الدولة الحمداني خذل قائده وابن عمه أبو فراس وأيضا خاب ظنه بها. إذن هذا بالنسبة للإضاءة على هذه القصيدة ومناسبتها وسبب كتابة هذه القصيدة. إذا أردنا أن نجيز هذه المناسبة نقول هي خذلان أبو فراس الحمداني من قبل ابن عمه سيف الدولة الحمداني وعدم قيامه بالمهمة التي كان يرجو منه بإطلاق سراحه وتقديم الفدية لهذا الأمر. إذن المناسبة هي خذلان الشاعر أبو فراس الحمداني من قبل ابن عمه أمير الدولة سيف الدولة الحمداني، وعدم قيامه بأي إجراء من أجل تحريره من أسر الروم. طبعا الآن نقوم بقراءة القصيدة ونقوم بتسليط الضوء على الأفكار والمعاني التي كان يقصدها شاعرنا في هذه القصيدة. يقول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذ هي أذكتها الصبابة والوجد، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، حاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولاك الماء والخمر، وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الصبر، تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر، فقلت كما شاءت وشاء الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. طبعا نجد أن القصيدة تندرج على شكل حوار بين هذا الشاعر وبين محبوبته المقصود بها ابن عمه سيف الدولة الحمداني.
يقول في البيت الأول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. يقول مخاطبا لابن عمه في البيت الأول: ما لي أراك قد تحليت بحال الصبر على فراقي، أراك قد تحليت بحال الصبر على فراقي، ألا يوجد في قلبك حبا يدعوك لإنقاذي من هذا الأسر الذي أنا فيه؟ نكتب شرح البيت الأول. يقول: أراك قد تحليت بحال الصبر على فراقي، ألا يوجد في قلبك حبا يدعوك، ألا يوجد في قلبك حبا يدعوك إلى إنقاذي من هذا الأسر؟ على فراقي، ألا يوجد في قلبك حبا لي يدعوك لإنقاذي من هذا الحال. في البيت الثاني نجد أن الشاعر هو يجيب على هذا السؤال الذي قد وجهه لابن عمه، فيقول: بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. يقول: أنا أسألك ولا أعرف إذا كان في داخلك شيئا تجاهي، أما أنا ففي داخلي شوق وحرقة قلب قوية، لكن واقعي ووقوعي في الأسر يمنعني من إظهار هذه العاطفة القوية التي هي موجودة في داخلي. إذن يقول: أنا مشتاق لكم وفي صدري حرقة قلب قوية، لكن وقوعي في الأسر يمنعني من التعبير عن ذلك. البيت الثاني يقول: أنا مشتاق لكم وفي صدري حرقة قلب قوية، لكن وقوعي في الأسر يمنعني من إظهار ذلك. في البيت أعزائي الطلبة، الآن ننتقل إلى شرح أبيات هذه القصيدة. نجد أن الشاعر في البيت الأول يقول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. يقول في هذا البيت مخاطبا نفسه: ما لي أراك قد تحليت بحال الصبر على هذه الحالة التي أنت فيها، ألا يوجد سلطان للهوى عليك بأن تحزن وتعاني من هذا الشيء الذي أنت فيه؟ بالنسبة للبيت الثاني يجيب نفسه فيقول: أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. فيجيب على سؤالي فيقول: نعم، أنا مشتاق لأحبائي وفي صدري حرقة قلب قوية، لكن وقوعي في الأسر يمنعني من التعبير عن من إظهار هذه المشاعر وإيصالها للخارج. فيقول يحاول أن يبين الحال والمرارة التي يعاني منها، فيقول: تكاد تضيء النار بين جوانه إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. فيقول: لشدة هذه النار المستعرة بين ضلوع جوانح، المقصود فيها أطراف الضلوع في أسفل القفص الصدري، فيقول: تكاد هذه النار التي بين ضلوعي لشدة استعارها أن يخرج نورها من صدري، وهي تتغذى على هذه الحب والشوق والأفكار التي تجول في خاطري وفي قلبي. بعدها ينتقل للحديث إلى محبوبته. محبوبته في الواقع هي يرمز بها لابن عمه سيف الدولة الحمداني، فيقول:
معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. يقول ملهيتي وسبب شوقي هي محبوبتي، وإذا أدركني الموت ولم ألتقي بهذه المحبوبة فأدعو الله أن يذيق هذه المرارة لكل شخص متعلق بمحبوبته. بعد ذلك يقول حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. يقول المودة التي بيننا أنا حافظت عليها، وأنت قد خذلت هذه المودة، ومع ذلك لا زال الشاعر يعطي العذر لمحبوبته، فيقول لك العذر على الحال التي أنت فيه، يقدم لها الأعذار. ما زال يقدم الشاعر العذر لابن عمه الذي يرمز فيه بمحبوبته، فيقول ما زلت أقدم لك العذر على هذه الحالة التي أنا فيها وتأخرك في لقائي ووصلي. فيقول حاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. يقول لأجل حبك ولأجل هواك تركت قومي وصرت في حالة عراك وصراع معهم، ولولا هذا الحب الذي بيني وبينك لكانت علاقتي مع قومي طيبة وجيدة جدا. بعدها يقول وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الصبر. يقول رغم هذا الوفاء الذي ما زلت أكنه لك وأحفظه لك، لكن هذا الوفاء أصابني بالذل والخذلان، وأنت صابرة على هذا الحال التي أعاني منها. بعدها يقول تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر. في هذه الحالة يجد أن ابن عمه نتيجة الرسائل التي كان يرسلها لابن عمه من أجل إطلاق سراحه، فيقول لا يجيب ولا يرد علي وكأنه لا يعرفني أبدا. فيقول تسألني عن حالي من أنا، وهل بشخص هو ابن عم سيف الدولة أمير الدولة الحمداني وقائد الجيش لا أحد يعرفه وينكر حاله. بعدها في البيت الأخير يقول فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. بعدها يسلم أمره ويقول كما تشائين أيتها المحبوبة أنا قتيلك وضحيتك، فتجيبه أيضا تقول لست أنت الوحيد، بل من هم قدموا حياتهم لأجلي هم كثر. هذا بالنسبة لي شرح هذه الأبيات التي قالها أبو فراس الحمداني. هذا بالنسبة لي الشرح. أما بالنسبة لي الفكرة العامة لهذه القصيدة نجد أنها تدور حول حزن الشاعر على الحال الذي فيه، وأيضا خذلانه من قبل ابن عمه سيف الدولة. إذن هي الفكرة العامة حزن الشاعر على حاله وخذلانه من قبل ابن عمه. العاطفة في هذه القصيدة هي عاطفة الحزن واليأس وخيبة الرجاء. أيضا العاطفة هي الحزن واليأس وخيبة الرجاء. أعزائي الطلبة، الآن ننتقل إلى بعض التطبيقات الإعرابية حول هذه القصيدة. نقوم بإعراب بعض الكلمات في هذه القصيدة. بالنسبة للإعراب نحاول أن نختار بعض المفردات ونعربها. أولا نأتي إلى مطلع القصيدة وبدايتها، يقول فيها أراك. ما إعراب أراك؟ كمفردة هي أراك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أيضا نحاول أن نستمر في إعراب الجملة المتعلقة به أو الكلمة التي بعدها عصية. ما إعراب عصية؟ عصية تتحمل وجهين من الإعراب.
الإعراب الأول هو مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأيضا تتحمل إعراب آخر وهو حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. أيضا نأتي إلى مفردتين وهي أنا مشتاق. أنا ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وأيضا مشتاق هي خبر لهذا المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضا نأتي إلى كلمة دونه. دونه كما تعرفون هي من الظروف، ولكن هذا الظرف هو ظرف مكان باعتبار يرمز إلى الارتفاع والانخفاض، فيقول دونه مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر للإضافة. أيضا كلمة حفظت. حفظت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أيضا انتهينا من بعض المفردات، نحاول أن نسلط الضوء على جملة أو اثنين من الجمل، إعراب الجمل. إذا أردنا أن نقول ما إعراب الشطر الأول أو كلمة أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، هي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وأيضا الشطر الثاني ما إعرابه كجملة، نقول أما للهوى نهي عليك ولا أمر، هي جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. هذا بالنسبة للتطبيقات الإعرابية. أعزائي الطلبة، الآن نحاول أن نبحث عن بعض المشتقات الواردة في هذه القصيدة. إذا أردنا أن نبحث عن المشتقات نجد كلمة تسائلني. تسائلني، ما نوع هذا المشتق؟ تسائلني هذا المشتق هو اسم فاعل. عليمة هي صفة مشبهة. عليمة أيضا هي من المشتقات، وهي صفة مشبهة مأخوذة على وزن فعيلة، مأخوذة من الفعل علم. إذا أردنا أيضا أن نبحث عن بعض الكلمات في الجموع والإفراد نجد كلمة لوعة. كلمة لوعة إذا أردنا أن نجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح لوعات، جمع مؤنث سالم، أضفنا إليها ألف وتاء فأصبحت جمع مؤنث سالم. هذا بالنسبة لدرس عصي الدمع. أعزائي الطلبة، أتمنى أن أكون قد وفقت في أداء هذا الدرس، ونلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله.